السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كنت قاعد بفكر ازاي لينا أشقاء في دول عربية قاعدين في بيوتهم حاطين ايديهم على قلوبهم خايفين من صوت مسيرة معدية أو صاروخ ينزل يهد البيت فوق دماغهم بسبب صراعات وقواعد أجنبية هم ملهمش أي ذنب فيها أصلا. هو الموضوع يا جدعان مش مجرد زعل ولحظة عاطفة، الموضوع محتاج وقفة صراحة مع النفس، وقادة الدول العربية لازم تسأل نفسها وتفهم هي القواعد الأجنبية دي حمتكم ولا بقت هي السبب إنكم تكونوا أهداف؟ الواقع بيقول إن وجود القواعد دي ما حماش حد، بل بالعكس خلى بلادكم ساحة لتصفية حسابات وقصف متبادل. لو القواعد دي ما كانتش موجودة ما كانش هيبقى في مبرر أصلا لأي حد إنه يضرب أو يستهدف أراضيكم. وهنا بقى إحنا لازم نفتكر الكلام الصح اللي اتقال من سنين لما الرئيس السيسي نادى وطلب بوضوح بعمل قوة عربية مشتركة، قوة هدفها الأساسي والوحيد هو الدفاع عن الأمن القومي العربي وإننا نكون سند لبعضنا. طب تعالوا نتخيل لو الدعوة دي كانت اتنفذت وقتها وبقى مكان القواعد الأجنبية دي قواعد وجيوش عربية بمظلة دفاعية مشتركة. لو الأمن الخليجي والعربي قايم على سواعد أشقائه الوضع كان هيتغير 180 درجة. ما كانش هيبقى في غريب بيتحكم في قراركم أو بيستغل أراضيكم لمصالحه، وكان هيبقى اللي واقف على حدودك وبيحميك هو أخوك وابن بلدك اللي خايف عليك بجد. الرسالة واضحة ومش محتاجة لف ودوران. الحماية ما بتجيش بتأجير الأمن من بره، الحماية الحقيقية بتتبني من جوه. لما نعتمد على بعض كعرب ونفعل درعنا الأمن المشترك ساعتها بس كل مواطن عربي هينام في بيته مطمن، ومفيش أي مسيرة أو صاروخ هيجرؤ يهوب ناحية حدودنا. الاعتماد على الغريب مش أمان، الأمان الحقيقي في لمتنا وقوتنا مع بعض.